هذه إذاعة إرنا. عرباء قيد الجيش الوطني الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي عن اعتقاده بأن القوات المدربة في إريتريا والتي بدأت في العودة إلى البلاد ستعزز العمليات العسكرية ضد حركة الشباب. وأشار راغي إلى أن الحملة العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب تسير بشكل جيد، وأضاف أن وحدات الجيش وميليشيات العشائر المتحالفة معها نجحت في تحرير إقليمي هيران وشبيل الوسطى تقريبا، ورفض الإفصاح عما إذا كان الجيش الوطني يستعد لبدء هجوم على حركة الشباب في المناطق الجنوبية بما فيها منطقة جوبلاند وولاية جنوب غرب. تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 5000 جندي صومالي تلقوا تدريبات في إريتريا بدأوا خلال هذا الشهر العودة إلى البلاد بعد سنوات قضوها في الأراضي الإريترية، وأوضحت الحكومة الصومالية أن عودتهم ستكتمل أثناء الشهر القادم، كما أشار بذلك موقع الصومال الجديد الإخباري. أفاد مراسل صحيفة الشرق الأوسط من موسكو رائد جبر بأن موسكو بدأت يوم الأربعاء الماضي مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات. وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرجي شويغو والسوري علي محمود عباس والتركي خلوصي أكار لقاء في العاصمة الروسية موسكو وصف بأنه كان بناء وإيجابيا. ويعد هذا اللقاء العلني الأول على المستوى الوزاري بعد أن عقد الطرفان السوري والتركي سابقا لقاءات على المستوى الأمني برعاية روسية أيضا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات الثلاثية في موسكو تناولت بشكل تفصيلي سبل حل الأزمة السورية وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا. وأفاد بيان الوزارة بأن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة تناولوا ملفات تسوية الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا. نقلت وكالة السودان للأنباء عن السفارة الأمريكية في الخرطوم أن فيها نفيا قاطعا تنفيذها برنامج هجرة للشباب السوداني. وقالت الوكالة نفت السفارة الأمريكية ما تم تداوله من أن واشنطن فتحت برنامج هجرة جديد للسودانيين لأمريكا. وقالت السفارة تم تداول معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام المحلية بخصوص برنامج جديد للسودانيين للهجرة أو الدراسة في الولايات المتحدة. ويدعي التقرير أن البيت الأبيض فوض السفارة الأمريكية في الخرطوم بالسماح للسودانيين بالتقديم لبرامج هجرة من خلال السفارة. ونوهت السفارة أن التقرير خاطئ ولا أساس له من الصحة حيث لا يوجد برنامج جديد. وقالت أنه يتم الفصل في تأشيرات الولايات المتحدة بما في ذلك تأشيرات الطلاب وفقا لقانون أحكام الهجرة والجنسية واللوائح الفيدرالية الأمريكية المعمول بها. ودعت السفارة المواطنين للرجوع إلى سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم للحصول على معلومات حول خدمات التأشيرات. بهذا الخبر من الخرطوم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الجيش الصومالي يؤكد بأن الجنود العائدين من إريتريا سيعززون القدرة على مواجهة حركة الشباب المتطرفة. موسكو تطلق مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة. السفارة الأمريكية في الخرطوم تنفي نفيا قاطعا تنفيذها برنامج هجرة للشباب السوداني. استمعتم فيما مضى من وقت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعتكم إذاعة أرنا الدولية من باريس. متابعة طيبة وممتعة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم مجددا. تعتبر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام حلقتنا لهذا اليوم في 30 من ديسمبر هي آخر حلقات برنامج تعليق على الحدث لهذا العام، وفيها نتناول سيناريوهات الوضع الاقتصادي العالمي حسب تقرير مقدم من مؤسسة بلومبرج نشرته الشرق الأوسط. في الجزء الثاني نقدم لكم
أهم أحداث المنطقة والتي شاركت فيها إريتريا بحضور فاعل وقوي، وهي الحرب الأهلية الإثيوبية، نتائجها ومآلاتها واحتمالاتها في العام المقبل. فابقوا معنا ضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وأهلا وسهلا بكم مجددا. هذه إذاعة إرنا. سيناريوهات تهدد الأسواق العالمية في 2023. لندن، الشرق الأوسط، بلومبرغ. بعد أسوأ عام شهدته الأسهم العالمية منذ أكثر من عقد نتيجة للأزمات الطاحنة التي مر بها العالم وأبرزها الحرب في أوكرانيا، لا يملك المستثمرون حول العالم آمالا كبيرة في تحسن الأوضاع بسهولة وسرعة في عام 2023. وفي الوقت الذي يراهن فيه المتفائلون على توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة إلى جانب خروج الصين بالكامل من العزلة التي عاشتها لفترة طويلة للحد من تفشي وباء كورونا وتراجع صراع في أوكرانيا، يبحث البعض الآخر عن المخاطر التي قد تعيد الأسواق العالمية إلى الاضطرابات. نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 5 سيناريوهات تهدد بجلب المزيد من المتاعب للمستثمرين والأسواق العالمية في العام المقبل، ومعكم نتفحص هذه السيناريوهات. راديو إرنا. تتمثل مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام هذه السيناريوهات فيما يلي: أول، تضخم كبير. يقول ماثيو ماكلينن المسؤول في شركة فيرست إيجل لإدارة الاستثمارات: تتوقع سوق السندات أن التضخم سيرتفع بشدة خلال 12 شهرا مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة. واستبعد ماكلينن خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين حدوثه في منتصف العام المقبل. كما توقع ماكلينن ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي سيتسبب في أزمة كبيرة للمستثمرين. ثانياً، تعثر الصين. قفزت الأسهم الصينية بنحو 35% من أدنى مستوياتها في أكتوبر، وسط سعي بكين لإعادة فتح اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالكامل بعد عمليات الإغلاق المطولة والقاسية التي تسبب فيها تفشي كورونا. ولكن على الرغم من ذلك، يتوقع بعض المحللين تعثر الصين اقتصاديا بشكل كبير العام المقبل، وسط ما تواجهه من إرهاق في النظام الصحي مع تصاعد إصابات ووفيات كورونا. وتسببت المستشفيات المزدحمة وطوابير الانتظار في قاعات الجنازات في الصين إثارة القلق في الأسابيع الأخيرة، وفي انهيار النشاط الاقتصادي، حيث يخشى الكثير من الأشخاص النزول أو العودة إلى نشاطهم وأعمالهم وسط استمرار تفشي الوباء. وقد رافق ذلك انخفاض شديد في الحراك الاجتماعي في المدن الكبرى. والحراك الاجتماعي هو تلك الظاهرة الاجتماعية التي بمقتضاها ينتقل الفرد أو الجماعة من طبقة معينة إلى طبقة أخرى، أو من مستوى اجتماعي إلى مستوى مجتمعي آخر. وقالت مارشيلا تشاو خبيرة الأسواق العالمية في بنك جي بي مورغان تشيز: منحنى العدوى في الصين سيرتفع وسيبلغ ذروته بعد شهر أو شهرين فقط من السنة الصينية الجديدة. وأضافت: قد تنجح الأمة في إعادة الانفتاح على العالم، لكنها قد تواجه مخاطر كبيرة في حال تطور فيروس كورونا وظهور متحورات جديدة منه. وأشارت شاو إلى أن انتعاش الأسهم الصينية لا يزال هشا، مؤكدة أن احتمال التعثر الاقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب في أسواق السلع الأساسية، خصوصا المعادن الصناعية وخام الحديد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير من بلومبرج يرصد السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. حرب أوكرانيا. يقول جون فيل كبير استراتيجي السوق العالمية في شركة نيكو آسيت مانجمنت: إذا سعت الحرب وأصبح الناتو أكثر انخراطا بشكل مباشر فيها واشتدت العقوبات المفروضة على روسيا وحلفائها فسيكون لذلك نتائج سلبية للغاية. وتابع القول: ستؤدي العقوبات الثانوية ضد الشركاء التجاريين الروس ولا سيما الهند والصين إلى تضخيم حجم المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي. وأضاف أيضا: سيكون كذلك بمثابة صدمة كبيرة في العرض للعالم فيما يتعلق بالغذاء والطاقة ومواد أخرى مثل الأسمدة وبعض المعادن والكيماويات. أما السيناريو الأكثر إثارة للقلق وفقا لفيل هو استخدام روسيا سلاحا نوويا تكتيكيا، وهو تهديد يبدو بعيدا لكنه ضمن الاحتمالات المطروحة للنقاش، وقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الصادرات الزراعية الأوكرانية تماما. سيناريو تراجع الأسواق الناشئة. يتوقع الكثير من المستثمرين تراجع قوة الدولار وتكاليف الطاقة في عام 2023، وهما عاملان من شأنهما أن يخففا الضغط عن الأسواق الناشئة، ولكن أي فشل في كبح جماح التضخم من شأنه أن يفسد هذه النتيجة لأسواق العملات، في حين أن اشتداد الحرب في أوكرانيا هي مجرد واحدة من الكثير من المخاطر التي قد تدفع أسعار الطاقة للارتفاع الصاروخي مرة أخرى. ويقول شين أوليفر رئيس استراتيجية الاستثمار والاقتصاد في شركة AMP للمحاسبة: قد نمر بعام آخر تكافح خلاله الأسواق الناشئة لاستعادة قوتها. وأضاف: الدولار الأمريكي الذي لا يزال مرتفعا من المحتمل ارتفاعه بشكل أكبر سيؤثر سلبا على بلدان الأسواق الناشئة، لأن الكثير منها لديها ديون كبيرة بالدولار الأمريكي. وأخيرا سيناريو عودة الكورونا. يمكن أن تظهر سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى من السلالات السابقة، كما يمكن أن تتفشى المتغيرات الحالية بشكل أوسع خلال فصل الشتاء، الأمر الذي سيتسبب في تشويش سلاسل التوريد مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى 5 سيناريوهات قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي خلال 2023، وهي سيناريوهات مبنية على مؤشرات اقتصادية راهنة. هذه إذاعة إرنا. المستمعون والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي تغطية قال الحدث. في الجزء الثاني نرصد معكم لأهم حدث على الصعيد الإريتري والإقليمي في سنة 2022، وهو مشاركة الجيش الإريتري في الحرب الأهلية الإثيوبية وما تمخض عنها وسيناريوهات الوضع في العام المقبل بناء على المؤشرات الراهنة. فأهلا وسهلا بكم مجددا. راديو إرنا. تجددت الحرب في إقليم تيغراي بعد هدنة استمرت عدة شهور في شهر أغسطس من العام الجاري، وانخرط فيها على الفور حلف مكون من الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات الدفاع الإريترية وميليشيات كل من إقليمي العفر والأمهرة، والأخيرة معروفة باسم ميليشيات فانو. كان هدف الحرب والتي حملت الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مسؤولية اندلاعها، بينما اتهمت الجبهة الحكومة من ناحية أخرى إشعال الحرب في سعي لإنهاء وجود قوات تيغراي مرة وللأبد وللسيطرة على الشعب. بينما تطايرت الاتهامات المتبادلة، بدأت الآلة العسكرية للحرب على عدة محاور. المحور الأول هو المحور الشمالي، وانقسم إلى محورين ثانويين أساسيين: محور جبهة زالامبسا عدقرات، والمحور الثاني هو جبهة باديمي شيري. وسبق الهجوم المكثف للحلف
قيام الجيش الإثيوبي باستخدام طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الإثيوبي، وأضافت إليها طائرات الشحن التجارية التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، حيث تم نقل الألوف من الجنود إلى مطاري أسمرة وعصب، وتم نقل الجنود من العاصمة أسمرة إلى تسني، ومنها إلى الجبهة الجنوبية الغربية. وبعد الإعداد المتزامن والدقيق اشتعلت الجولة الثانية من الحرب، وبالفعل بدأت القوات المشتركة لقوات الدفاع الإريترية والجيش الإثيوبي وقوات الميليشيا المصاحبة بكسر دفاعات قوات دفاع تيغراي في شمال البلاد، وخلال فترة وجيزة استطاعت التوغل في شيرارو وشيري في الغرب، وفي المحور الأوسط تقدمت تجاه الدقرات. وإزاء الضغط المتزايد تراجعت قوات تيغراي، وتضاربت تصريحات قادتها بالقول بإعادة الانتشار والتنظيم والتراجع الواضح، مما أدى إلى إثارة البلبلة مع اقتراب القوات المشتركة نحو المدن الرئيسية للإقليم بما في ذلك العاصمة مقلة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكما تابعتم جميعا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الحرب كما دارت أثناء حدوث المعارك عبر تقاريرنا ونشراتنا الإخبارية في إذاعة إرينا والبرامج التي قدمنا تقارير حولها، وهنا لا داعي لسرد التفاصيل المعروفة توفيرا للوقت، حيث حاولت قوات دفاع تيغراي فتح محاور في الشرق والجنوب لتشتيت الهجوم المكثف ضدها، ولكن مساعيها لم تنجح. وأخيرا رأت الحكومة الإثيوبية بأن التراجع الواضح لقوات دفاع تيغراي يمكن البناء عليه من أجل التوصل لحل سلمي، خاصة وأن المبعوث الأمريكي مايك هامر ومبعوث الاتحاد الأفريقي أوليسيغون أوباسانجو كانا ينسقان مشاورات السلام والتواصل بين الطرفين. وفي الأخير استطاع الطرفان توقيع اتفاقية سلام في جنوب أفريقيا اشتملت على عدة محاور أيضا غطيناها في تقارير سابقة، والآن نتحول إلى تأثيرات الحرب والسلم على إريتريا. هذه إذاعة إرينا. لا زلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونرصد فيه التدخل الإريتري في إقليم تيغراي مآلاته وسيناريوهات المستقبل. طول مشاركتها في الحرب لم تعلن الحكومة الإريترية على لسان أي مسؤول لديها أسباب مشاركتها في الحرب، وتركت تبرير مشاركتها للمؤيدين للحكومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث برزت مجموعة يشار إليها باسم مجموعة السيادة الوطنية. وقالت المجموعة بأن الحكومة الإريترية تنوي سحق قوات دفاع تيغراي لسببين: الأول أنها تشكل خطرا وجوديا على البلاد، والدليل هو الانتهاكات التي ارتكبتها في حرب بادمي وإصرارها على عدم تطبيق قرار المحكمة الدولية القاضي بإرجاع الأراضي الإريترية وسحب الجيش الإثيوبي منها. والسبب الثاني في رأي هذه المجموعة هو حماية السيادة بشن حرب استباقية مبررة قانونيا. وبينما كانت هذه التبريرات تنتشر باللغة العربية والتيغرينية والإنجليزية، كانت الحكومة الإريترية تلوذ بصمت القبور، وكانت الدعاية الحربية المصاحبة للحرب هي أن إريتريا تريد القضاء التام على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأن لا تقوم لها قائمة بعد ذلك أبدا. وسار كل الشحن المعنوي في هذا الاتجاه، وقامت هذه المجموعة باستخدام كل أدوات التنمر المتاحة لوصف كل من يقف ضدها بأنه خائن لإريتريا ولشعبها ومؤيد بالضرورة لتيغراي وقيادتها. وفي ظل هذا التطاحن المشحون بالانفعالات والدعاية وغياب المنطق، حدث انقسام في صف المعارضة بتأييد هذه المجموعة لأجندة حاكم أسمرة بدون قيد أو شرط، وتعاونت وسائل الإعلام الحكومية في توصيف الخونة حسب قولها الذين يقفون ضد إريتريا وشعبها كما قيل. راديو إرنا.
لكل حرب تخوضها بلدان وجيوش أهدافا معلنة وخفية، وأن تأييد الحرب تأييدا عاما كما في السابق لم يعد مقبولا مع شيوع وسائل التواصل الاجتماعي وكشف الحقائق على الأرض وقدرة كل أطراف الحرب على توصيل آرائهم. وفيما يخص إريتريا فإن حرب بادمة والممارسات والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الإريتري من الغزاة أو من حكومته علمته دروسا مهمة، وهو أنه لا يقبل قبولا أعمى وغير مسائل تبريرات التي يقدمها حاكم أسمر في خوضه لأي حرب، سواء كانت هذه الحرب ضد جيبوتي أو السودان أو تيغراي، وأن مساءلة مشاريعه ونواياه حق أصيل لكل مواطن بدون تخوين. وهذا ما حدث في جولة الحرب الأخيرة، حيث انبرت أقلام لتطرح التساؤلات عن الأسباب والجدوى والمكاسب والخسائر. وكان أهم سؤال تم طرحه مرارا وتكرارا هو: إذا كانت الحرب هي حرب دفاع عن الوطن، فلماذا يجبر الشعب على خوضها؟ هل الشعب الإريتري شعبا جبانا لا يدافع عن وطنه إلا بالإجبار والتجنيد الإجباري؟ أم أن هذا الشعب لا يريد المشاركة في الحرب مهما قدم لها من مبررات؟ ثم لماذا يسجن الآباء والأمهات حتى يقدموا أبنائهم وبناتهم للجيش؟ هذا النوع من التساؤلات لا تجيب عليه الحكومة الإريترية أو مؤيدوها من رافعي شعار السيادة الوطنية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أخيرا، لم يستطع إيسياس أفورقي سحق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وها هي الحرب قد توقفت بقرار دولي وضغط عالمي، وعادت قيادة تيغراي لاستقبال وفد برلماني من أديس أبابا مع خطط لعودة منتظمة لرحلات الخطوط الجوية الإثيوبية لعاصمة الإقليم. فهل كان ذلك كله يستحق إراقة دماء الشباب الإريتري؟ ولننتظر معكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام ما سوف يسفر عنه المستقبل، خاصة وأننا سمعنا من أصحاب شعارات القادم أجمل والسيادة الوطنية أن حكومة أسمرة سوف، وبعد أن تخلصت من خطر تيغراي، سوف تتفرغ لاستحقاقات السلام، وأن البلاد موعودة بأزهى أيامها ولياليها، وغدا لناظره قريب. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وقدمنا فيه رصد لمشاركة قوات الدفاع الإريترية في الحرب الأهلية الإثيوبية، مآلاتها ومخرجاتها وسيناريوهات المستقبل. بهذا القدر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وفي الختام كالعادة نقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الجيش الصومالي يؤكد بأن الجنود العائدين من إريتريا سيعززون القدرة على مواجهة حركة الشباب. أعرب قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال أوداوا يوسف راغي عن اعتقاده بأن القوات الصومالية المدربة في إريتريا والتي بدأت في العودة إلى البلاد ستعزز العمليات العسكرية ضد حركة الشباب. وأشار راغي إلى أن الحملة العسكرية ضد مقاتلي الشباب تسير بشكل جيد، وأضاف أن وحدات الجيش وميليشيات الأعشار المتحالفة معها نجحت في تحرير إقليمي هيران وشبيل الوسطى تقريبا. موسكو تطلق مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة. أفاد مراسل صحيفة الشرق الأوسط من موسكو بأن مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات. وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرجي شويغو والروسي علي محمود عباس والتركي خلوصي أكار لقاء في العاصمة الروسية وصف بأنه كان بناء وإيجابيا. ويعد هذا اللقاء العلني الأول على المستوى الوزاري بعد أن عقد الطرفان السوري والتركي سابقا لقاء على المستوى الأمني برعاية روسية أيضا. السفارة الأمريكية في الخرطوم تنفي نفيها قاطعا تنفيذها برنامج هجرة للشباب السوداني.
نقلت وكالة الأنباء السودانية عن السفارة الأمريكية خبر الذي تم تداوله من أن واشنطن فتحت برنامج هجرة جديد للسودانيين لأمريكا. وقالت السفارة أنه تم تداول معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام المحلية بخصوص برنامج جديد للسودانيين للهجرة والدراسة في الولايات المتحدة. ويدعي التقرير أن البيت الأبيض فوض السفارة الأمريكية في خرطوم بالسماح للسودانيين بالتقديم لبرنامج الهجرة من خلال السفارة. ونوهت السفارة أن التقرير خاطئ ولا أساس له من الصحة، حيث لا يوجد برنامج جديد للهجرة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا إخباريا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نتمنى لكم عاما سعيدا وسنة جديدة تتحقق فيها أمنياتكم جميعا، وتتحقق فيها أمنيات الوطن السليب. وكل عام وأنتم بخير، ولقانا معكم في مستهل العام المقبل، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا. هنا إذاعة إرينا الدولية.